كوتش اللي عمال مساء الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين، كوتش وبقول عمال لكل ام كل سنه وانتم طيبين. وبحيي الفرقه الموسيقيه بقياده استاذنا احمد العجمي. عايزين تسقيفه حلوه كده، عايزين كله يصحى. وبحيي الاستاذ محمد سعد، تسقيفه جامده كده، والاستاذ محمد خضير. وبحيي استاذنا اللي هو قلد الشيوخ وعجبني جدا، فبنحييه تسقيفه جامده جدا. عايزين بقى كل يفوق كده معانا. الجنب ده عايزين تسقيفه جامده كده. لا لا، ده انتوا نايمين خالص. طب الجنب ده، الجنب ده، سلام عليكم بقى يا باشا. كلنا بنسمع لجنه استماع الاصوات والبرامج اللي كلها غنى وستار اكاديمي وكده. النهارده بقى اعمل لكم نجوم الفن داخلين لجنه اعتماد الاصوات. عايزين نسمع تسقيفه جامده. الليمبي بقى هو اللي بيمتحنهم. السلام عليكم. بقول لكل بني ادم بقه بياكله، وخلي بالك من الصدم الموسيقي، ولو السلم مكسور اطلع على الاسانسير او اطلع على الترابزين او اطلع على قفا اللي جنبك عشان اليوم ده يعدي على خير. حزلقوم، انا عايزك تغني، عايزك تنتشر في المنطقه. لا اله الا الله. في يا عم، انا مطرب مهرجانات وبضرب شقلباظات وبشعلق في الميكروباصات، مش كده يا كبير؟ بابا انت كذاب والله بصراحه. انت ولا بتاع مهرجانات ولا حاجه، انت ولد فافي سيس من بتوع اكياس الشيبسي، اخرك اغنيه بيبي وبعد ما تسمعها تروح تعملها بروحك في الحمام. الريحه المعفنه دي مالك يا سيده زي ام زرزه كده؟ حرام عليك يا منى، بقالي ساعه واقف ومحدش عايز يبقى خبر. ماشي، كان بحبل صوتك وربنا ما معطوله احني بغبل صوتي بحبل الغسيل بحبل المشنقه. اهو اي حبل اتشغل عليه بالسلام. الرحمه يا ناس. بقول لك ايه يا سناء يا جميل، خدي كمال الشناوي واطلعي بره. تنطلوا لي اعتمدناها زعل. كمال كمال. ايوه عايزه ايه يا سناء؟ هي طنط لولا اعتمدوها اذاعه وتلفزيون؟ تصور يا سناء ان طنط لولا اعتمدوها اذاعه. يا معقول يا كمال؟ لا بقى بعد كده لما الواحد لازم يغني لازم يقعر بالجديد. بالجديد يا بالجديد. ملكه مزهره بالنجا داخل. يا حلاوه بلجنة اعتماد الاصوات يلا. يا ملك عذاب بصراحه كده، وانا بدندن في الحمام زي لهبل لقيت ضحى غريبه راحت خابطه في السفون، راحت مكهرباء. قلت يا ادام السفون اتكهرب اديها فن ما ترحمهاش. يا حلاوه. عايزين تسقيفه جامده كده. بقول لك يا يوسف هذا خد امانه رزق كده وحب بعض برضه. يا ده المهزله الفنيه يا امينه، لما كنت اخدك ورايا على البسكليته وانا اقول في شارع الاهرامات كنت تقومي فاعل موال من دول تجيبي اجل الناس الحاضرين. يخيبك يا يوسف، فكرتني باللازمات. يا هو فلتسقط بنت سلطح مطح. بقول لك يا محمود الميدو اطلع بره كده والشرف الله زي اللي كان طلع بره. انا صوتي احسن الاصوات. انا كنت بنافس عبد الحليم. بات عبد الحليم ده فيست عبد الجبار. في دماغك الزنكه وتقول لي مين عبد الجبار؟ هقول لك اللي بتحط على الجرح خلال ده. وابتدى البشوار وآية خوف وآية خفرة. طب وربنا في آخر الأهراب يا عيني. بقول لك قاعد الأدب، مش قلت لك ما تخليش ممكن ما يجي يغني؟ والله سألتك على أوف الأنمي. بقيه شرفك يا باشا. قلت له بلاش تغني يا محمود علشان صوتك وحش. قال لي لو ما غنيتش هوديك للقطة. أصل محمود رغم إنه فنان إنما غاوي قطة بس. لو القطة خربشته
هيفرحك، هيديها يا بومبا يعني. بقول لك يا يونس الشلبي اطلع بره. يا جدع والله العظيم يا جدع انت بتقول كلام غريبه. امي بتدعي لك بتقول لي ما تروح تغني مع عمك حسن النيل بقى، اغني الاغنيه دي ولا اعمل ايه؟ بقول لك يا اخي احمد طلعوا. انت عارف مين اللي عملك مطرب؟ الفن بريء منك ومن امثالك. اطلع بره هادي اليمام، شوف الجماعه ده. الله. ده كلام. هو يوم الله يرحم الزبان وترك زبان. الله يرحمك يا كفته. الله يرحمك يا كفته. كان المطرب الوحيد اللي كان يغني على الفحم وفي ايديه سيف. ابو بات في حادث الدرغيف. الله يرحمك يا كفته. بقول لك ايه هنا شاكر مش عشان بتاع الامير البتاع وهتغني لي. يلا هاني شاكر. طول عمري استغربك وكان امل استعباطك، ولما سرقتني وجريت بجاكيتتي شمرت جلابيتي وجريت بشبشبي، ونفسي احصلك انا مسروق اعذرني، مسروق اعذرني، بستجردك طول عمري. عايزين نتكلم عن الجواز. اللي سعيد في حياته الزوجيه يسمعنا تسقيفه كبيره. جميل، ده حلو ده. طب التعيس في حياته الزوجيه يسمعنا تسقيفه. ده انتوا والله كنتوا النهارده في الشارع. طيب انا نزلت الشارع المصري عشان اسال الناس عن الجواز، فلقيت واحد صافي بقول له ايه رايك في الجواز؟ قال لي قطيعه تقطعني وتقطع الجواز في يوم واحد. الجواز مشاكل عائليه وعاطفيه والشكل الحيط وقفاته ليا. انا على راي المثل يا مقابل للستات يا مقابل للميه في البكابورتات. فلقيت واحد صعيدي قلت له ايه رايك في الجواز؟ الجواز عامل زي البطيخ، لا اما محمره وطعمها مسكر وزي الشهد، لا اما طعمها ماسخ، وجواز الايام دي ماسخ مالوش طعم يواصل. قلت مفيش غير اهل الفن، فقلت الفنان محمد صبحي انت ايه رايك في الجواز؟ فقال لي اهو انتوا كده يا بنات اليوم قبل الجواز ما يكونش لكم طعم الزيت وتاكلونا بالشوكه والسكينه، اديكوا بقى دي الجواز تسمى لنا امك لا اله الا الله، وبعد كنتوا بتاكلوا بالشوكه والسكينه، تاكلوا بالشوكه وتقطعونا بالسكينه وتعبونا في جياز. ماشي. بحيي الفرقه الموسيقيه وكل سنه وانتم طيبين، وبقول لكل ام كل سنه وانتم طيبه. شكرا على حسن سماعكم.